طيب تتوقع كام ممكن تاكل ايه؟ 100 جنيه 1000 جنيه و10000 جنيه. لو انت موجود في قصر المندي، المرزق اللي هياكل ب 10000 جنيه النهارده 10000 جنيه تعمل ايه؟ 1000 جنيه. حلو كويس. ما هو يا انت اللي هناكل ب 100 جنيه مش النهارده. عارف اعمل ايه الصراحه. توكل على الله يا صاحبي. احنا اهل اليمين. بسم الله ماشي. الرحمن الرحيم. يا رب يا رب، لا يا رب 10000 لا جنيه فلوس يا يلا. جدعان حرام والله حرام اللي بيحصل فيا ده. ال 10000 جنيه يا ابن المحظوظه. على فقير يلا. اتفضل يا عم المحظوظ. يا فقير يا فقير. يا جدعان بعد اذنكم اللي باصص لي في حياتي يقول لي بصوا يا جدعان هشام محتاس بال 100 جنيه حرفيا. يعني انا المفروض اعمل ايه بال 100 جنيه دي؟ انا مش عارف. وايه النظافه اللي انا داخل عليها دي؟ طب ايه، اطلع السلم؟ يلا بينا بسم الله. هو السؤال الاهم، هل هلاقي حاجه هنا ب 100 جنيه ولا لا؟ انا مش عارف. هو الدور الاول مقفول، يلا بينا على الدور الثاني. هو بصوا يا جدعان الحل الوحيد بالنسبه لي ان اخش على الكاشير ولا عايز حاجه ب 100 جنيه. بصوا انا هطلب منك طلب غريب. انا عايز حاجه ب 100 جنيه. يعني ايه عندك ممكن اجيب ب 100 جنيه غير السلطات والطحينات؟ بصوا يا جدعان هو قال لي ان في حاجه اسمها الدلع، فدي احنا ممكن نتوكل على الله فيها. بصوا يا جماعه هو مكان ما شاء الله صرح، يعني في هنا جزء للجزاره بقى غير المطعم اصلا، فانتوا ممكن تجيبوا لحمه سايبه عادي بعيد بقى عن المطعم. بصوا يا جماعه انا بفكر اخش على كل واحد فيهم ب 2 كيلو لحمه مثلا. واو مكان شيك جدا، في سلم وفي اسانسير، طبعا نطلع في الاسانسير يعني. يلا بينا يا جدعان. ايه ده؟ الدور التاني. ايه النظافه دي وايه الشياكه دي؟ ايه ده؟ إيه نزاهه. الجاكيت لايق على 10000 جنيه. الواحد يقعد يا جدعان الواحد حاسس ان هو ملك المكان. استنوا بص انا عايز اغلى حاجه عندكم، اغلى حاجه موجوده في المنيو، اغلى حاجه. والله يا جماعه 1000 جنيه معقول الصراحه. ممكن ناخد لنا صينيه ولا صينيتين كده ولا حاجه ب 1000 جنيه دول. ممكن نخش من هنا بقى. ممكن اطلب من هنا؟ لا دليفري. دليفري ايه؟ اكل فوق. تمام شكرا ليكي. هو الدور الاول ولا الثاني ولا ايه؟ والله الشياكه ايه الحلاوه دي. ابص بس على المنيو لو سمحت. منيو الصواني، منيو الصواني. هو ما عندكش صواني اقل من 1000 جنيه؟ عندي صينيه صاروخ رمضان. حلوه دي ماشي هاتها. انت بص جايب ب 100 جنيه. حلتها لكم يا جدعان والله ما هتلاقوا حاجه ب 100 جنيه. دي يا جدعان اسمها الدلع. انت ما شفتش انا عامل ايه على فكره. دي بقى يا جدعان عباره عن صباعين كفته مع رز مع زبيب، وبصوا هيصه كبيره قوي. وسمبوسه. وسمبوسه. اخد سموسه بعد اذنك. اتفضل. ممكن اكل الكفته؟ اتفضل بسم الله. اسمع كامل احترامي لمجهودك والله، بس انت كده كده خسران عشان انت مش عارف انا جايب ايه. كل ده يا صاحبي بال 10000 جنيه. انا عايز اقول لكم على حاجه، هي دي عزومه من العزومتين، في لسه في واحده بقى. ثانيه اصلا. يعني ده يا جدعان عزومه ستي دي سعرها 6000 جنيه بدل 7000 ونص. انا عايز اقول لك دي فيها كل حاجه، بس ناقص لنا بس الملوخيه. شايف العزومات يلا. ادي بصوا يا جدعان دول 5 صواني. يعني اول صينيه فيها ربع تيس مندي على فرشه 2 كيلو رز بسمتي، وتاني صينيه 4 فرد حمام وكيلو كفته ونص ممبار برضه على 2 كيلو رز بسمتي، مع صينيه مشاوي مشكله فيها كيلو رز عليهم كيلو طرب وكيلو صدق، وكمان صينيه مشاوي فراخ مشكله فيها نص فراخ مشويه ونص فراخ مندي ونص فراخ شيش بالعظم ونص شيش طاووق كمان. كل ده على 2 كيلو رز ومعاهم ورق عنب. ده غير بقى صينيه المحاشي المشكله. وخد بقى معاك الطواجن، طاجن بطاطس باللحمه، طاجن تورلي باللحمه، طاجن باميه باللحمه، واثنين طاجن ملوخيه. يا عم كفايه اعمل ايه يا اسطى؟ اعمل ايه؟ يلا نخش على الاكل. يلا بينا. انا بس ابدا بايه؟ امنع الكلام انا اللي لا أنا- 100 جنيه فرعوني. انا هبدا بمندي. خلاص يبقى انا هاخد الصينيه دي. هاخد دي قدامي دي. بص فرشه الطرب عامله ازاي عشان حقاني. انت طربايه وانا طربايه. جايب لكم هو كل ده. خد انت طربايه. في كميه دهون دخلت بدلع مع الكفته في بقي خطيره. ايه ده؟ اوعى. ابص اشمعنى محمد بقى؟ هو اللي كسب. عشان غني غني. حلو قوي. انا حاسس خلاص على بالليل كده كل الاكل ده. تعرف حته المنديه الحلوه منين؟ من ايه يا لما صاحبي؟ تدوب كده. اديله يا دلعه. اللحمه حلوه بس مع الدهنه في حته ثانيه. معلش ناولني بقى حته حماميه من الحلوه اللي هناك دي. خد يا عم حماميه. وانا عايز حته ممبار من عندك. احلى حته ممبار يا سيدي. محمد انا عايز اشكرك الصراحه. انت لسه ما شفتش العزومه اللي جايه. ادي على الحمام. والله في دلع. ممبار حلو قوي. اديله. طعم الزبده بالقشطه فيه خطير. انت خدت الحماميه اللي قسمتها كده. الحماميه دي بتتشال جناحاتها، ماشي. بيتقطعوا بس مسك كده لكن كده. ده بالعظم كله. انا خايف الكفته. بص بقى نقطع الكفته من النص كده. بص بقى الجوسي لوسي بقى. اديله. الكفته تحفه. انا امي هتزعل اول لما تشوف الفيديو ده. ودن القطه بقى وجرب. اديلي. شايف التعريقه؟ الله الله على العرق. انا حاسس ان انتوا ناسيين الصينيه اللي قدامي مع انها اللي مليانه فراخ الصراحه. مش قادر. بس انا معلش يا جماعه انا هخش في الحته المشويه. اديني اللي ورا ده خالص ده الشيش. دي كل انواع الفراخ اللي بتحلم بيها. يابا 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 يابا. انت اخدت الشيش. انا هدول باظت. المندي بصوا حجمه جنب وشي عامل ازاي. لا مؤاخذه يعني من الاخر الفراخ يعني فراخ مشويه على الفحم. من الاخر. المندي صاحبي احنا في قصر المندي. ودي بقى ايه بالطحينه كده. مالكوش دعوه بالكلام ده. خلينا احنا في اسم الطبق. الراجل بيقعد ورا الكاميرا. نخش بقى على ورق العنب. احنا طلعنا من ورا العنب. حلو. انا عايز ممبار. لا اكل ممبار. في ايدي. خش على الطواجن بقى. ابدا بالباميه. يا جمال. كل بطاطس الصراحه. انا اقدر طاجن الباميه باللحمه قوي. يا باشا خليك صحي تورلي وحركات. انا احب الباميه باللحمه قوي. ايوه يا جدعان ايه ده صلصه حلوه قوي يا جماعه. الصلصه مع التورلي تحفه. انا اللحمه ما قابلتش اي مقاومه عندي. انا نفسي تجربوا الباميه، بس هو في عزومه ثانيه هناك مستنيانا. اخد اللحمه ونخش على عزومه. ده في اجمل. بعد اذنك اتفضل. بس صاحبي اتفضل. بعد اذنك انا اللي اخش اقول لكم دي عباره عن ايه. يا صاحبي انا اللي جايب العزومه. وانا اللي هقول اللي فيها ايه.
ياكل يعني احنا هنا معانا 4 صواني بدل 5 بس ب 4200 بدل 5700 عشان نكمل 10 عشان نبقى كملنا ال 10 بواكي. انا حاسك بتتكلم كانك انت اللي معاك ال10 بواكي. بس يا صاحبي فيها ديك رومي اهو على 2 كيلو رز بحلوه. يا صاحبي انا اللي عازم. اديني فرصه، حسست بالغنى مره في حياتي. مع 6 فرات حمام بقى المره دي مش 4، خلي بالك. مع صينيه مشاوي عباره عن نص طرب مع نص كفته ونص كباب ونص صدق مع رز بسمتي 2 كيلو. اما بقى الصينيه الثالثه يا صاحبي بتاعت المحاشي بدون بقى الدلع والحاجات دي كلها، مع 3 طواجن تورلي وبطاطس وباميه وطبعا الملوخيه. بس بقى الكلام ده كله هات لي دي كتير يا رب قوي. تقع عليك. شيل معايا. أحسن. بص يا جماعه انا بحب الورك فانا هخش على الورك على طول. عصام بالله عليك ما تبين ان احنا محرومين. الصدر كده. لا تمسك الصدر ايه، تمسك ده. ادوني فرصتي. الراجل ده كريم قوي يا بابا. تصدق اول اخر مره حياتي- اكلت امتى البيت؟ اسكت ابوس ايدك. اول مره في حياتي اكل ديك مندي يعني. حبيبي يا بابا حبيبي. بسم الله. الله بيدوب رغم ان هو ديك رومي. الله. بحب اخد ورقه العنب اللي في القلب دي. والله كنت هعملها. تفهم يا ادينا شويه الدقوس دول. انت عارف تاكل وتحلي بص كده. عليها. اوبا. جدعان اللي يكسب في عزومتي كلها هو الديك تحفه. انا عايز اكل حمام تاني الصراحه عشان بحرق. ماما ملحمه تتبيله رز حلوه. الحمام ده خطير ما بجد. فيهوش غلطه. العظم بيتفرم. في بقى حاجه ناقصه. هتقول لي عزومه عمتي. لا الصينيه ام 1000 جنيه. انت كنسلها. مش قادر اكتب. مع اخر حاجه ادخل بقى على ال 1000 جنيه. اقول لك حاجه من غير زعل. خسران. يا صاحبي انا عايز اسالك سؤال، انت بتقارن نفسك بايه؟ اصلا مش ب 1000 جنيه 26 جنيه 26000 جنيه. عندك ربع كفته ربع صدق سمبوسه حمتين ربع ممبار ونص مندي. فرخه مندي يا عم. الكلام. صاحب المندي كان عندي. عايزين حاجه بقى انا اي اروح بيها. يا جدعان اصل المندي ملك العزايم عامل 3 عزومات اجمد من بعض. عزومه ستي وعزومه خالتي وعزومه عمتي. انا عايز اقول لكم المكان فعلا تحفه بمعنى الكلمه، مكان دورين، مكان ضخم جدا شيك قوي. ده غير انهم عندهم قسم جزاره كامل من المزارع بتاعتهم موجود تحت. يعني لحم بلدي من الاخر. المفروض كنت تجيب لنا حاجه بالعشرة. والله وقفت كنت هجيب بس ما اتنين كفر الظروف واحد. ما سمحتش. عامه يا جدعان انتوا اللي هتقرروا. مين اللي كسب؟ هو انا كده خسران بعترف يا بده. صاحبي وهو كده ليه يا خسران. صاحبي انا اكلتك ب 100 جنيه مشاوي وانا اكلتك ب 10000 جنيه مشاوي. عشان طه. محمد عصام. وانت ليه قلت محمد محمد عصام؟ محمد مين عصام ده؟ محمد عصام ده؟ محمد احمد. شوفوا دي اللي جاي. سلام.